بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بيكم. لو أول مرة بتشوفني يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وما تبخلش علينا باللايك الجميل للفيديو. يا ريت يا جماعة كلنا نصلي على النبي علشان تاخدوا ثواب واحنا ناخد ثواب. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ويا ريت يا جماعة كلنا ندعي لإخواتنا في فلسطين بالنصر والتمكين. وصفتنا النهاردة شاورما سوري، أكلة سهلة وبسيطة. يلا بينا يا جماعة. مكونات الشاورما بتاعتنا النهاردة يا جماعة: معانا صدور فراخ، صدر فرخة متقطع شرايح صغيرة. معانا توابل عبارة عن فصين توم مهروسين، وملح وفلفل أسمر وكمون وسبع بهارات وتوم باودر وبصل باودر. ومعانا كوباية زبادي، معلقتين خل كبار، ربع كوباية زيت، وليمونة كبيرة. هنبدأ يا جماعة نحط الفراخ بتاعتنا، ننزل بيها. هننزل عليها بالزبادي، وبعدين نحط الخل بتاعنا. هننزل بالتوابل كلها يا جماعة مرة واحدة. طبعا انتوا عارفين قلنا التوابل: بصل باودر وتوم باودر وملح وتوم مهروس وفلفل أسمر وكمون وسبع بهارات. بعدين هنحط الزيت معانا، وهننزل بالليمون. طبعا الليمون ده حسب الرغبة، عايز تزود ليمون لو انت بتحبها مززة بتزود ليمون اكتر، فانا هحط ليمونة. الشاورما يا جماعة أكلة جميلة ومفصلة، وطبعا في البيت هتكون أفضل وأحسن من الشارع. طبعا هنقلب الخليط بتاعنا كله مع بعضيه. طبعا انت ممكن تعملها وتبيتها في التلاجة، كل ما بتبيت بتكون أفضل، بتشرب التتبيلة بتاعتها. بس احنا هنعملها ونحطها ساعتين في التلاجة ونرجع لكم تاني. هنحط يا جماعة التتبيلة بتاعتنا في التلاجة لمدة ساعتين، وهنعمل الطومية ونرجع لكم تاني. مكونات الطومية بتاعتنا النهاردة يا جماعة: معانا كوباية ونص مية، 3 معالق نشا كبار، نص كوباية لبن، وربع كوباية زيت، معلقتين خل كبار، ونص ليمونة وفلفل أسمر وكمون وملح. على البارد يا جماعة هنحط المية بتاعتنا، وبعدين هنضيف النشا بتاعنا، هنقلب على البارد. طبعا يا جماعة الطومية أساسي في الشاورما، كده كده بتتفرد في السندوتشات وبتتاكل جنبيها كنوع من أنواع المقبلات. هنرفع على نار متوسطة ونفضل نقلب. هنقلب الخليط بتاعنا يا جماعة لحد ما يتماسك ونرجع لكم تاني. هنسوي يا جماعة النشا كويس جدا علشان طعمه ميبقاش باين في الطومية بتاعتنا، ولازم لونه يبقى شفاف كده لحد ما يعمل فقاعات بابلز. هنسويه كويس يا جماعة لحد ما يبرد ونرجع لكم تاني. بعد يا جماعة الخليط بتاعنا ما برد، هنبدأ نحط بقى المكونات اللي معانا. هنحط نص كوباية اللبن، هنحط معلقتين الخل،
ونص الليمونة بتاعتنا، ونضيف الفلفل الأسمر والكمون والملح بتاعنا. نبدأ نضرب المكونات دي كويس، طبعا يا جماعة ده الشكل النهائي بتاعنا للتومية بتاعتنا. احنا نزلنا بالزيت نقطة نقطة عشان الخلاط كان صوته عالي، الصوت ما كانش واضح. قسمنا الكمية على طبقين، ده البارد يا جماعة وده الحار. الحار ضفنا له بابريكا وشطة، وده كان الشكل النهائي بتاعنا للتومية. بص القوام بتاعها، ده البارد. وده السبايس يا جماعة معانا الحامي. بعد الشاورما بتاعتنا تبلت يا جماعة لمدة ساعتين في التلاجة، هننزل بيها في طاسة سخنة على نار عالية جدا. طبعا النار تكون عالية علشان ما تنزلش المية بتاعتها. هنقلب لحد ايه الشاورما بتاعتنا تتسمع، علشان لو قلبناها هتنزل مية. طبعا من غير اي زيت او حاجة، احنا كنا ضايفين زيت في المرة اللي فاتت تتبيلة. طبعا يا جماعة الخطة جميلة جدا، ما تخليش اي حاجة من التتبيلة. لازم النار تكون عالية يا جماعة علشان ما تنزلش المية بتاعتها، تبقى عاملة زي الفراخ المسلوقة، عايزينها محمرة. طبعا الشاورما في أطعم كتيرة، في ناس بتحبها كده، في ناس بتحب تحط عليها بطاطس، وفي ناس بتحط عليها خيار مخلل. هي أذواق يا جماعة. في ناس بتحط لها جبنة موتزاريلا. هنحمر الشاورما بتاعتنا كويس ونرجع لكم تاني. ودي يا جماعة شكل الشاورما بتاعتنا بعد ما حمرناها كويس. هنبدأ بقى نعبي السندوتشات بتاعتنا ونحطها على نار، طاسة فيها ايه، فيها زيت سخن. طبعا يا جماعة الشاورما في ناس بتحبها بالبطاطس، في ناس بتحب تحط عليها خيار، وفي ناس بتحط جبنة موتزاريلا حسب الرغبة، اللي بيحب حاجة اعملها. فاحنا النهاردة هنحط الفراخ بتاعتنا وهنحط عليها جبنة موتزاريلا. نقلب السندوتش بتاعنا كويس يا جماعة. وعلى طاسة نعم. كلها يا جماعة، ونرجع لكم تاني ندوق معاكم ونشوف الشكل النهائي. يا جماعة الشكل النهائي سندوتشات الشاورما بتاعتنا بصراحة شكلها عظمي جدا. يلا بينا ندوق ونقول رأينا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة يا جماعة جميلة جدا والتتبيلة باينة فيها،
لو وصلت معانا اللحظة دي في الفيديو يا ريت تصلي على النبي في التعليقات، واستنوا مننا فيديو جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.